تاني فيديو معايا في الرولينج هنتكلم فيه على الاسسمنت اوف الرولينج وهنتكلم فيه على الفاسيليتيشن اوف الرولينج. الاسسمنت اوف الرولينج زي الهيد كنترول بالظبط، احنا بنقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه اوبزرفيشن، والاوبزرفيشن عندي بتتكون من حاجتين، جنرال اوبزرفيشن وسبيسيفيك اوبزرفيشن. تاني حاجه الديفلوبمنتال هيستوري، وده زي ما قلنا في الهيد كنترول بناخده من المذر او من الكير جيفر. تالت حاجه معايا في الاسسمنت، خلاص انا خلصت الاوبزرفيشن وخلصت الديفلوبمنتال هيستوري، هدخل على الاكزامينيشن. فنيجي على اول حاجه معانا في الاسسمنت وهي الاوبزرفيشن. هنبدا بالجنرال اوبزرفيشن زي ما قلنا في الهيد كنترول هنقوله بالظبط في الرولينج. اول حاجه هبص عليها في الجنرال اوبزرفيشن هي الواي اوف كارينج. لو انا بصيت على المذر وهي داخله المركز لقيتها شايله التشايلد وعامله سبورت بالارم بتاعها على الهيد، فكده هقدر اخمن ان التشايلد ما عندوش هيد كنترول. طب لو الارم تحت شويه عند الترانك، فانا كده برضو ممكن اخمن ان التشايلد عنده هيد كنترول بس ما عندوش ترانك كنترول. طب لو المذر شايله التشايلد كده الهيد والترانك فري، فانا كده هقدر اخمن ان التشايلد عنده كومبليت هيد كنترول وكومبليت ترانك كنترول. فممكن من الواي اوف كارينج بتاعت المذر هقدر اخمن الطفل عنده ايه وما عندوش ايه. تمام. تاني حاجه هبص عليها وهي لو التشايلد داخل على ويلي تشير. لو التشايلد داخل على ويلي تشير احنا قلنا هنبص على ثلاث حاجات. الهيد بوزيشن، هشوف راسه وقع في فليكشن او وقع في اكستنشن، هبص على الهيد بوزيشن عامه. تاني حاجه هبص على النمبر اوف السترابس او الاحزمه اللي بتكون على الترانك. لو لقيت التشايلد مركب استراب في الابر ترانك والميدل ترانك يبقى كده ما عندوش ترانك كنترول. طب لو لقيت مركب استراب بس في الميدل ترانك ممكن اخمن ان هو عنده بارشال ترانك كنترول. اوكي. تالت حاجه هبص عليها هاو المذر بوت تشايلد اون المات. يعني مثلا لو المذر دخلت حطت التشايلد صباين على المات، فانا كده هخمن ان التشايلد مش عارف يقعد، فبالتالي ما عندوش هيد كنترول ولا عنده ترانك كنترول. طب لو المذر جت وراحت مقعده التشايلد على المات، فانا كده ممكن اخمن ان التشايلد عنده هيد كنترول وعنده ترانك كنترول. رابع حاجه هبص عليها في الجنرال اوبزرفيشن وهي الانفولانتري موفمنت. هل الطفل عنده انفولانتري موفمنت ولا لا؟ ودي احنا قلناها في الهيد كنترول. لو الطفل عنده انفولانتري موفمنت فانا هقدر اخمن ان الطفل ده لو سي بي هيبقى ديسكاينيتيك سي بي. خامس حاجه هبص عليها في الجنرال اوبزرفيشن وهي الفيجن. هل الطفل بيشوف كويس ولا لا؟ وممكن كمان الاقي عنده حاجه اسمها نستجمس اللي هي الانفولانتري موفمنت اوف الاي. اخر حاجه هبص عليها في الجنرال اوبزرفيشن وهي الريفلكسز. وزي ما قلنا في الهيد كنترول ان الريفلكسز ممكن الاقي عند التشايلد حاجتين، حاجه اسمها البيرزيستنس اوف الريفلكس، يعني الريفلكس موجود عند التشايلد بعد الميعاد اللي المفروض ينتهي فيه، ده كده اسمه بيرزيستنس اوف الريفلكس. وممكن الاقي عنده حاجه اسمها ريليز الابنورمال باترن، دي التشايلد عامل لي الريسبونس بتاع الريفلكس من غير ما اعمل له اي ستيمولس. يعني مثلا في الاسيمتريك تونيك نيك ريفلكس الستيمولس اللي هي ايه؟ تيرنينج الهيد تو وان سايد، فهلاقي الاكستنسور تون زادت في الفيشيال سايد في الابر ليمب، والفليكسور تون زادت في الابر ليمب ناحيه الاوكسيبيتال سايد. بس انا لازم اعمل الستيمولس. لا، في ريليز الابنورمال باترن هلاقي التشايلد واخد الريسبونس من غير ما اعمل الستيمولس. اوكي. نيجي على السبيسيفيك اوبزرفيشن. هبص على ايه؟ اول حاجه هبص عليها وهي الترانك. هبص على الترانك سباستيستي، هل التشايلد عنده ترانك سباستيستي ولا لا؟ علشان ده طبعا هيفرق معايا في الرولينج. تاني حاجه هبص عليها طبعا الهيد، عشان الهيد احنا قلنا من ضمن البري ريكويزيتس بتاعه الرولينج لازم التشايلد يكون عنده ايه؟ بارشال هيد كنترول على الاقل. فهبص على الهيد، هبص على الهيد بوزيشن، هل هو التشايلد موقع راسه في هيد فليكشن او في هيد اكستنشن. لو موقع راسه في هيد فليكشن او هيد اكستنشن كده التشايلد مش عارف يعمل مينتين الهيد في الابرايت بوتشر، فكده ما عندوش هيد كنترول. هبص على الهيد سيركمفرنس، لو التشايلد الهيد سيركمفرنس بتاعته اكبر من الطبيعي فكده اسمها هيدروكيفلس، لو اقل من الطبيعي كده اسمها مايكروكيفلس. تمام. وهبص على الشنط لو التشايلد مركب شنط. واخر حاجه هبص عليها وهي الفلات اوكسبت. وقلنا الفلات اوكسبت لو لقيتها عند التشايلد يبقى كده الطفل نايم اغلب الوقت ومش بيتحرك، عشان كده عنده فلات اوكسبت. كده احنا خلصنا الاوبزرفيشن اللي هو اول جزء في الاسسمنت. ندخل على تاني جزء في الاسسمنت وهو الديفلوبمنتال هيستوري. هسال الام او المذر اول سؤال، هل الطفل بيعرف يتقلب ولا لا؟ فالمذر هتجاوب لي اجابه من الثلاثه، هتقول لي لا الطفل مش بيعرف يتقلب خالص، ممكن تقول لي الطفل بيعرف يتقلب بس نص تقليبه، تالت اجابه هتقول لي ده الطفل بيعرف يتقلب قلبه كامله. تمام. فلو المذر قالت لي لا الطفل مش بيعرف يتقلب خالص، ساعتها هوقف الديفلوبمنتال هيستوري بتاعي. تمام كده خلص.
طب لو المذر قالت لي ده الطفل بيعرف يتقلب بس نص تقليبه، هسألها سؤال كمان، هقول لها التشايلد بيعرف يتقلب from supine to prone ولا لا؟ طب الطفل بيعرف يتقلب from prone to supine ولا لا؟ اوكي، فهسألها اول سؤال هل الطفل بيعرف يتقلب ولا لا. لو قالت لي نص تقليبه هسألها سؤال كمان، طب الطفل بيعرف يتقلب من برون تو سوباين او من سوباين تو برون؟ طبعا الكلام ده هسأله لها بالعربي. كده احنا خلصنا الاوبزرفيشن وخلصنا الديفلوبمنتال هيستوري. ندخل على الاكزامينيشن اوف الرولينج. الاكزامينيشن اوف الرولينج ليه 3 طرق. اول طريقه معايا ان الطفل ينام سوباين، هجيب توي لازم الطفل يشوفها، بعد لما يشوفها هروح حاططها له جنبه. فالطبيعي ان الطفل يروح عامل رولينج علشان ياخد اللعب. اوكي، وبرضه ممكن اعملها له من برون، ممكن الطفل وهو نايم برون هوري له التوي واجي احطها له جنبه الناحيه التانيه، فالطفل هيلف راسه معايا علشان يشوف اللعبه راحت فين، والطبيعي ان هو هيلف علشان علشان ياخد اللعبه. اوكي، ده الطبيعي. والسكورينج بتاع الاكزامينيشن زي الهيد كنترول، يا اما التشايلد مش جايب رولينج نو رولينج، يا اما عنده بارشال رولينج بيتقلب مثلا فروم برون تو سوباين بس مش بيعرف يتقلب فروم سوباين تو برون او العكس. اوكي، او الطفل بيجيب كومبليت رولينج على طول، بيعرف يتقلب فروم سوباين تو برون وفروم برون تو سوباين. تمام. تاني طريقه معايا ان الطفل هينام سوباين، تمام، وهعمل له حاجه اسمها كروس ليج. تمام، فكروس ليج دي مفروض انها كانها بتساعده ان هو يعمل رولينج، وبرضه هوري له توي، فلما هعمل له كروس ليج فالطفل مفروض تلقائي ان هو هيلف، تمام، علشان يمسك علشان يمسك التوي. اوكي، ومش شرط التوي، يعني ممكن لو المذر قاعده جنبه، فممكن المذر لو قاعده جنبه فالطفل هيبقى عايز يلف لها علشان يروح لها. اوكي، فممكن نعملها بالتوي، ممكن نخلي المذر قاعده جنبه، دي ممكن نعملها برضه في اول طريقه، مش شرط التوي. اوكي، تالت طريقه هعمل له حاجه اسمها هاف كروك لاين. اوكي، فالطفل برضو لو في لعبه هنا او في المذر قاعده جنبه، تمام، فالطفل هيبقى عايز يتقلب علشان يروح لها. وزي ما قلنا في السكورنج او في النتيجه بتاعه الاكزامينيشن ليها 3، يا اما الطفل مش بيعرف يتقلب خالص، او الطفل عنده partial رولينج بيتقلب from supine to prone ومش بيعرف يتقلب from prone to supine او العكس. تمام، تالت نتيجه معايا ان الطفل بيجيب complete رولينج، بيعرف يتقلب from supine to prone و from prone to supine. اوكي، كده احنا خلصنا جزء الاسسمنت، خلصنا الاوبزرفيشن، خلصنا الديفلوبمنتال هيستوري، وخلصنا الاكزامينيشن. ندخل على الفاسيليتيشن. الفاسيليتيشن بتاع الرولينج عندي 3 انواع، يا اما فاسيليتيشن فروم اللور ليمب، يا اما فاسيليتيشن فروم الابر ليمب، يا اما حاجه ثالثه اسمها الكاونتر روتيشن. اوكي، فاول حاجه هنبدا بيها وهي الفاسيليتيشن اوف الرولينج فروم اللور ليمب. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي. الرولينج فروم اللور ليمب بيتعمل ازاي؟ اول حاجه التشايلد بينام صباين على المات، تمام، لو هو هيتقلب الناحيه دي فانا هعمل هاف كروك لاينج في الاوبوزيت ليج. اوكي، لو هو هيتقلب الناحيه دي فانا هعمل هاف كروك لاينج في الاوبوزيت ليج. اوكي، وهبدا هعمل روتيشن للتشايلد لغايه لما يحصل الرولينج. اوكي، ممكن احفزه مثلا لو في توي او حاجه هحفزه اكتر ان هو يتقلب. اوكي، يبقى تاني لو انا عايز هعمل رولينج فروم سوباين تو برون هعمل فروم اللور ليمب، لو انا هقلبه الناحيه دي فهاخد الاوبوزيت ليج في هاف كروك لاين. اوكي، وايده هتكون جنبه، وابدا اعمل هبدا اعمل رولينج. ممكن استخدم توي او حاجه تحفزه اكتر ان هو يتقلب، تمام، ويمسك اللعبه. اوكي، ده كده الرولينج فروم سوباين تو برون فروم اللور ليمب. طب لو انا عايز اعمل رولينج فروم برون تو سوباين، اوكي، دي في بس تركه او في حاجه مهمه جدا تخلوا بالكم منها. لو انا هعمل رولينج فروم برون تو سوباين للناحيه دي، يبقى الايد او الارم اللي هيلف عليها لازم تكون بسايد البادي او اوفر الهيد. اوكي، لازم تكون بسايد البادي او اوفر الهيد، ما ينفعش تكون في ابدكشن. هنعرف ليه دلوقتي. يبقى لو هو هيلف للناحيه دي لازم السايد او الارم اللي في السايد اللي هيلف عليه
لازم تكون بسايد البادي او اوفر الهيد، ما ينفعش تكون في ابدكشن. هنعرف ليه دلوقتي. لو انا عايز اقلب او هعمل رولينج للتشايلد فروم برون تو سوباين هعمل ايه؟ الطفل هينام برون على المات، ايده هتكون جنبه او اوفر الهيد. اوكي نخليها جنبه، تمام. وهعمل في الناحيه الثانيه في اللور ليمب هيب وني فليكشن. اوكي هيب وني فليكشن، فحصل ايه؟ حصل ريز للبلفس. شايفين؟ هيب وني فليكشن، فالبلفس بتاع التشايلد اترفع. اوكي وهبدا اقلب. ممكن برضو احفزه عن طريق التوي او حاجه بتطلع صوت، تمام، والطفل هيتقلب معايا عشان يمسك التوي. اوكي تمام. ليه انا قلت ان لازم التشايلد يكون ايده جنبه او ايده فوق راسه؟ لان لو حصل ابدكشن، تمام، وجيت اعمل رولينج، تمام، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديسلوكيشن. فالطريقه دي غلط، يبقى لازم ايده يا اما جنبه يا اما اوفر الهيد. اوكي يبقى تاني، ايده لو اوفر الهيد اهي، هبدا اعمل نيو هيب فليكشن. اوكي وابدا ايه؟ هبدا اقلب. ممكن احفزه عن طريق التوي. اوكي تمام. ده كده احنا خلصنا الفاسيليتيشن اوف الرولينج فروم اللور ليمب. والفاسيليتيشن اوف الرولينج فروم اللور ليمب هستخدمها لو التشايلد عنده سباستيستي في اللور ليمب. لو التشايلد عنده سباستيستي في اللور ليمب، فانا كده بساعد ان هو يكسر التون او يكسر السباستيستي في اللور ليمب عن طريق ان انا بحرك اللور ليمب بتاعه. نيجي على الفاسيليتيشن اوف الرولينج فروم الابر ليمب. هنيم التشايلد سوباين على المات، تمام، بس انا هكون ناحيه الابر ليمب بتاعه. انا لما جيت عملت فاسيليتيشن للرولينج فروم اللور ليمب انا كنت ناحيه اللور ليمب بتاعه. طب انا دلوقتي هعمل فاسيليتيشن للرولينج فروم الابر ليمب، فانا هكون ناحيه الابر ليمب بتاعه. فالارم بتاع التشايلد هيكون في فليكشن، وهمسك الارم بتاعته من ناحيه الالبو، تمام، او الفور ارم بطريقه كروزد. لما انا همسك الارم بتاع التشايلد كروزد، فانا عندي حاجه اسمها ابر موست ارم اللي هو ده، وعندي حاجه اسمها لور موست ارم. يبقى ابر موست ارم ولور موست ارم، تمام. لو الابر موست ارم بتاعي ناحيه الرايت، فانا كده هعمل روتيشن ناحيه الرايت. اوكي فانا كده عملت رولينج فروم سوباين تو برون. ممكن اعمل فروم برون تو سوباين عن طريق ان انا هكمل القلبه الكامله. اوكي يبقى تاني، لو التشايلد سوباين وعايز اعمل له فاسيليتيشن للرولينج فروم الابر ليمب، هاخد الابر ليمب بتاعه في فليكشن وهمسكه بطريقه كروزد، تمام، همسكه من عند الالبو او من عند الفور ارم. اوكي عندي ابر موست ارم وعندي لور موست ارم. لو الابر موست ارم بتاعي رايت اهو، فانا هعمل له روتيشن ناحيه الرايت، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت روتيشن فروم سوباين تو برون. ممكن اكمل فروم برون تو سوباين بالطريقه دي، تمام، او ليها طريقه تانية فروم البرون تو سوباين. الطريقه التانية اللي انا ممكن هقلب الطفل بيها فروم برون تو سوباين هقول لكم عليها دلوقتي. يبقى اول حاجه تاني نعيد، فروم سوباين تو برون همسك التشايلد، اعمل له فليكشن في الارم وهمسكه من عند الالبو. اوكي وهمسكه بطريقه كروزد. عندي ابر موست وعندي لور موست، فهلفه ناحيه الابر موست بتاعي. اوكي فروم سوباين تو برون. اوكي فروم برون تو سوباين زي ما قلت لكم ممكن نكمل، وممكن ليها طريقه تانية. الطريقه التانية ان الطفل هينام برون، تمام، والارم اللي هيلف ناحيته هيكون بسايد البادي او اوفر الهيد. يبقى تاني هيكون بسايد البادي او اوفر الهيد، علشان لو حصل ابدكشن وانا بعمل له روتيشن هيحصل ديسلوكيشن. اوكي يبقى السايد اللي هيلف عليه الارم بتاعه يكون بسايد البادي، والارم اللي انا هلفه منه هعمل فيه شولدر ادكشن والبو فليكسد. تعالوا نعملها الناحيه دي عشان تبان في الكاميرا. يبقى لو انا هلفه كده، يبقى الارم اللي انا هلفه عليه يكون بسايد البادي او اوفر الهيد. اوكي ما ينفعش يكون خالص ابدكشن، نخليه بسايد البادي. والارم اللي انا همسكه منه هيكون شولدر ادكشن وهيعمل البو فليكشن. شولدر ادكشن وهيعمل ايه؟ البو فليكشن. وهبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل رولينج فروم برون تو سوباين. اوكي يبقى تاني، فروم برون تو سوباين الارم اللي هيلف عليه يا اما بسايد البادي يا اما اوفر الهيد. اوكي نخليه بسايد البادي.
الايد اللي انا همسكه منها هيعمل شولدر ادكشن وهعمل له البو فليكشن. اوكي، وهبدا امسكه كده وابدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل روتيشن فروم برون تو سوباين. كده احنا خلصنا الرولينج فروم اللور ليمب والرولينج فروم الابر ليمب. وخلوا بالكم الرولينج فروم الابر ليمب احنا قلنا هنعمل ايدينا كروزد. تمام، عندي ابر موست وعندي لور موست. طب لو انا الابر موست بتاعتي مسكته كده، تمام، الابر موست بتاعتي ناحيه الليفت، فانا هلفه ناحيه الليفت. ما ينفعش الابر موست بتاعتي تكون ليفت، فهلفه ناحيه ايه؟ ناحيه الرايت. شايفين؟ هتبقى صعبه جدا. فلو انا الابر موست بتاعتي ليفت هلفه ناحيه الليفت. طب لو انا الابر موست بتاعتي رايت يبقى انا هلفه ناحيه الرايت. نيجي على ثالث طريقه بعمل بيها فاسيليتيشن للرولينج وهي الكاونتر روتيشن. الكاونتر روتيشن دي بستخدمها لو التشايلد عنده سباستيستي. طب دي بتفيدني في ايه؟ اول حاجه بتحفز لي الرولينج، تاني حاجه بتقلل لي السباستيستي، تالت حاجه بتعلي الفلكسبيليتي عند التشايلد. اوكي، فلو الطفل سباستيك فانا هستخدم معاه اول حاجه الكاونتر روتيشن عشان تكسر السباستيستي. بعد كده ممكن هعمل له روتيشن من الابر او اللور ليمب على حسب بقى ايه الجلسه بتاعتي هتمشي ازاي. فلو التشايلد سباستيستي هنيمه سايد لاينج وهعمل له كاونتر روتيشن. بتتعمل ازاي؟ ايد همسك من عند البلفس والايد الثانيه من عند الشولدر. تمام، هاخد الشولدر في بروتراكشن والبلفس في ريتراكشن، حركتين عكس بعض. ايد راحت في بروتراكشن والايد الثانيه راحت في ريتراكشن، وهفضل اعمل منتين لغايه لما السباستيستي عند التشايلد احس انها ايه؟ قلت. بعد كده هروح عاكس، هاخد البلفس هو في بروتراكشن والشولدر في ريتراكشن. اوكي، يبقى تاني اول حاجه بمسك التشايلد من عند البلفس وايد التانية من عند الشولدر، بعمل بروتراكشن في الشولدر وريتراكشن في البلفس واعمل منتين لغايه لما السباستيستي تقل. بعد كده هروح عاكس، هعمل بروتراكشن في البلفس وريتراكشن في الشولدر وهعمل منتين.